طبعا سيادتك مش متخيل ان انا فاهمك من اول يوم. سيادتك باين قوي. الهيبه برضو يا باشا فضحها. سيادتك احنا جامعه محترمه وماشيين في السليم. اظن حضرتك اتاكدت من ده بنفسك. والله انا بودي اقول لك خليك معانا شويه، بس متهيالي الجو مش هيبقى لذيذ معاك هنا بعد النهارده. احنا زي ما انت شايف اسره مع بعضينا. هو في كده؟ انجي، انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس. انا عمري ما كذبت عليكي، صدقيني. كل حاجه حسيتها معاكي كانت بجد. ليه انا؟ ليه انا يا بسيوني؟ ليه؟ حرام عليك، أنا اتغيرت عشانك. كنت سبتني، أنا كنت مرتاحة كده. ليه اديتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة؟ ليه؟ كفاية بقى، كفاية. انجي، انا كنت متاكد ان انت هتصدقيني. بس يوني، أنا جيت عشان أقولك بلاش تخسر كل حاجة، بلاش تخسر شغلك كمان. انجي، انا عمري ما هخسرك. انا اصلا كنت عايز احكي. اصلا قولي لك مسامحاني. مش وقته، احنا جايين عشان حاجة تانية خالص. الجماعة الليلة دي في المخزن بتاع الجامعة مطمنين على الآخر، فاكرين إن الجو رق لهم، مجهزين شحنة مخدرات كبيرة جدا وناويين يوزعوها الليلة دي على جميع نوادي مصر. اي حد هيتحرك هطير لكم دماغه. يلا كلنا زي حلوين كده نرفع ايدينا فوق. ارفع. انا مش قلت لك احنا هنا اسره في بعضينا؟ ليه يا بسيوني؟ هات سلاح اللي في ايدك. اسره مع بعضينا، دي اسره واطيه كده يا بسيوني من غير ما تقول لي. حازم بسيوني ايه اللي جابك يا حبيبك يا بسيوني باشا؟ حاول تعمل حاجة صح. المفروض كنت تخش معاهم الامتحانات السنه دي. معلش أنا باص السنة دي، لكن أوعدك هخش السنة الجاية. أنا كنت عارف إنك قد المهمة،
بس كان لازم اعنفك عشان ما تكسلش. بس يوني